بيكلي يقطع وبيشوط جامد، على فكره بيشوط جامد بيشوط جامد، هدف الاول في المباراه. يقطع بيكلي الكوره بعد 8 دقائق، يتقدم بتروجيت بهدف من بيكلي. قطع كوره موجود، بصوا تمريره اتقطعت، وعلى طول مساحه فدان هنا، وعلى طول واحد بتروجيت لا شيء. النادي الاهلي تمريره خطا زي ما حضراتكم شايفين كده، وياخدها على طول، يعدي من نجيب ويعدي، مفيش حد يقابل سعد سمير بره الملعب. ضربه ركنيه للنادي الاهلي اللي بيحاول انه يحرز هدف التعادل، واحرز هدف التعادل. انا لسه بقول لحضراتكم اهو، يعني وليد سليمان يحط هدف التعادل في الوقت القاتل. وليد سليمان في ايه؟ في الدقيقه الاولى من الوقت البدل الضائع اهو، يحرز وليد سليمان هدف حلو قوي قوي قوي. وليد سليمان يحط الهدف، ادي الكره مرفوعه والكل بيتفرج، وعلى طول دماغ وليد سليمان في الزاويه البعيده عشان يتعادل النادي الاهلي بهدف لبتروجيت. خلي الهجمه تبقى معانا، عمل نفسه ما دخلش، وبالتالي الكره لا زالت مع النادي الاهلي. وادي هاتوا خد وجول. بقول لحضراتكم الاهلي، يعني هنشوف اللي جاب الجون ده رمضان صبحي، وهدف تاني في مرمى بتروجيت. هنشوف بس هل احمد مجدي ولا مين، ما الصوره تيجي التاني. المهم ان الاهلي 2-1 اهو، هنشوفها مع بعض. ادي رمضان هاتوا خد مع تريزيجيه، والسنتر هاف احمد مجدي هو اللي جاب الهدف في مرماه. احمد مجدي من نيرانس، انما هاتوا حد حلو قوي. بصوا الراجل الزحلق احمد مجدي، وحط هدف في الدقيقه 78، يعني في الدقيقه 34 من زمن الشوط الثاني.